السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم غادي نوجدوا طبق ديال المدربل. عندنا هنا الدجاج، هذا عندنا الدجاج، عندنا قبيطه ديال الربيع، عندنا الثوم، عندنا تقريبا جوج فخاض ديال الدجاج والنصف ديال السكر، وعندنا هنا البصله مقطعه رقيقه بزاف. شوفوها نتوما رقيقه بزاف سنقطعوها. وعندنا هنا الدنجال، حيت قلت لكم طبق ديال المدربل حيت غادي نديرو الدجاج معاه الدنجال. هذا الدنجال قطعناه من بعد ما نظفناه، قطعناه بهذا الشكل هذا ورقدناه في الماء والملحه باش ما تيكحالش لينا، ومنين تنصوطيوه في داك شويه ديال الزيت ما كيهزش لينا الزيت بزاف. ومن بعد لما غادي نقليوه غادي نقطعوه بطريقه واحده اخرى وغادي تشوفوها معنا كيفاش. هادشي علاش كنقولوا ليه الطبق ديال المدربل. وعندنا هنا الربيع، القزبر والمعدنوس، وعندنا حتى الثوم. هذه هي الثومه والقزبر والمعدنوس اللي غادي نرجعوا نقطعوهم عاوتاني، وغادي نوليو نصوطيو فيهم الدنجال. من بعد ما غيتقلا ويتقطع غادي نرجعوا نصوطيوهم في زيت الزيتون والربيع، وديك الساعات غادي نقدموهم. اما بالنسبه لسميتو هنا انا ما عنديش الزعفران حيت ما بقاش ليا في الدار الزعفران شعره، غادي نكتفي فقط بزيت الزيتون والثوم والبصله وصافي، حيت ما بقاش ليا سميتو الزعفران شعره. وفاش مشيت باش نجيبو ما لقيتوش حتى عند السيد اللي كانت قداه من عنده تقاضى ليه. هادشي علاش صافي غادي نكتفي بهادشي بزيت الزيتون والبصله والثومه، وغادي نزيد نضيف الربيع. ودابا غادي نبدا بسم الله على بركه الله. بسم الله. غادي نديرو البصله، من بعد البصله غادي نضيفو الدجاج، ما كنشحرش انايا سميتو البصله والدجاج، ما كنشحرهمش في الطبق هذا، كنديرهم يطيبوا نيشان. غادي نحاولوا نهرسوا الثومه هكا بهذه الطريقه هذه. غادي نضيفوها على الدجاج والبصله، من بعد هذا الشيء غادي نرجع نضيف الملح. ما غاديش نكثر الملح. وغادي نرجع نضيف زيت الزيتون، صافي. دابا اكتفيت بهاد العطريه اللي درت، هذه هي العطريه ديالي. غادي نحطو الكاميله ديالنا طيب، غادي نرجعو نمرقوها شويه، غنديروا لها غير شويه نمرقوها بواحد الكويس ديال الماء دافي، ما يكونش بارد، الماء دافي.
ومن بعد غادي نرجعوه باش غادي نقليو معكم الدنجال، وغادي نرجعو نقطعوه باش تشوفوه يعني من البدايه حتى للنهايه كيفاش لما غادي نقليوه. طريقه القل اللي راه كلشي تيعرف كيفاش يقلي الدنجال ولا اي حاجه. المهم غادي ندوزو نقطعوه معكم، غتشوفوا الطريقه كيفاش غنقطعوه، وغادي نرجعو نسوطيوه مع الثومه وزيت الزيتون وشويه ديال غير شويه ديال الملح. من الاحسن بلاش الملح حيت هو راه كان مرقد في الماء والملحه باش ما يجيش مالح بزاف. وصافي وغادي نرجعوا غادي كاع سميتو اللي غادي نخدموها جميع. دابا ها حنا كنقليو الدنجال كيف ما كتشوفوا نتوما. من بعد ما يتقلى الدنجال غادي نخليوه يبرد شي شويه، وغادي نقطعوه وغادي نرجعوه نسوطيوه مع الثومه والربيع وزيت الزيتون. صافي هادشي ما كان. اما بالنسبه للدجاج ديالنا راه طاب، ومن بعد ما طاب حيدناه من ديك المريقه، حيدناه باش ما يتسرفش لينا في سميتو يتحل كامل. حيدنا الدجاج وخلينا غير ديك المريقه مع البصيله كتوقف، ومن بعد غادي نتلاقاو لما نكونوا كنقطعوا الدنجال. رجعنا معكم من بعد ما قلينا الدنجال، ودابا ها حنا غادي نبداو كنقطعوا فيه. ها نتوما هاك بهاد الطريقه كنقطعوه هاك كنقطعوه بهاد الطريقه هادي. تيجينا هكا، تيجينا بحال الخويطات هكا. ومن بعد لما كنساليوه بالتقطاع كنسوطيوه، كنزيدوا ليه غير شويه ديال زيت الزيتون والثومه والقزبر والمعدنوس. صافي هادشي اللي كنزيدوا ليه، وكتكون هذيك المريقه ديالنا صافي كتكون وجدت. وكنرجعوا نزيدوا نضيفوا لهاد الدجاج باش كيزيد كيتقلى مع ديك المريقه. وصافي من بعد كنقدموه. هادشي ما كان بهاد الطريقه هذه كنقطعوها صافي، ومن بعد كنقدموه مع الدجاج. ودابا ها حنا رجعنا معكم في التقديم من بعد ما قطعنا الدنجال وشحرناه مع الثومه وزيت الزيتون. ها حنا دابا رجعنا معكم في التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. شوفوا كيف ما كيجي هانتوما، كيجي رائع. كنتمنى تجربوه في البيوت ديالكم وينال الاعجاب ديالكم. وغادي نقول لكم بالسلامه، تبقاو على خير، في امان الله.